سلام. كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب، ويسعد لي أوقاتكن من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. اليوم الفيديو فيه تنوع، فيه طبخة ورق عنب، وفيه روحة على المسبح، وفيه شغلات تانية. إن شاء الله يعجبكن وتحبوه يا رب. مثل ما شفتوا أول ما بلشت معكن الفيديو بطبخة ورق العنب. ما شاء الله دالية العنب، الشجرة اللي زارعينها بجنينة البيت. كل ما لون الورقات بيأثمروا أكتر، وكل ما بنقطف ورق بتأسمر أكتر، والورق الصغير دغري عم يكبر. يعني ما شاء الله خلال أسبوعين عم يطلع يتجدد ورق ويكبر ويصير خرج التقطيف لحتى يا نمونه يا أما نطبخه. وللصراحة أنا مونت كتير، فقررت إني أطبخ الورق بمحشي ورق عنب، وجرب كمان طنجرة النينجا اللي جبتها عن جديد. فأنا لأول مرة بستعمل طنجرة الضغط بحياتي، ما استعملتها، وعند أهلي ما كانت موجودة لأنه كنا نخاف منها. يعني ما سمعنا حوادث ومنفجرت طنجرة وإلى عيارات. فوقت زوجي جاب لي طنجرة النينجا فيها كتير ميزات، ومن ضمن هالميزات فيها الضغط الآمن. فقلت حابة أجرب طنجرة النينجا بالمحاشي، لأنه دائما المحاشي بتاكل كتير وقت، لا يقل عن 3 ساعات بدها على النار. فقلت بدي جرب ورق العنب دغري اطبخه من دون ما مونه، وجربه على شو؟ على طنجرة النينجا. كنت جايبة هي الآلة للف الورق. أنا بصراحة كتير بطول بلف ورق العنب، بياكل مني كتير وقت، ساعات. فقلت هاي الآلة ممكن تفيدني بعد ما شفتها على موقع الشيئين. فيوم اللي جبتها وقلت خلص إذا زابطة على طول رح أعمل كل فترة والتانية لعائلتي هي الطبخة، لأنه طيبة، وبهيك آلة إن شاء الله ما باخد وقت، وبساوي ورق عنب على طول. بس للأسف طلعت مو عملية بالمرة، ورجعت لف الورق على إيدي. فما بنصح فيها أبدا أبدا، طلعت سيئة، مو عملية وما بتلف. فرجعنا على الحالة التقليدية. أنا الصراحة مثل ما قلت لكم، على قد ما بحب أكل ورق العنب كمحشي، على قد ما بكره شغله لأن كتير بطول فيه. صدقا هالكمية اللي لفيتها أخذت مني وقت 3 ساعات. وأنا كنت لما مقطفة الورق العنب زنتهم قبل ما أشتغل فيهم، طلعوا حوالي الكيلو ورق عنب. فطلعت هيك قلت مستحيل أقدر لف كل هالكمية. أنا بنص كيلو ورق عنب باخد وقت شي 3 ساعات وأوقات أكتر. فإنه أقعد لف كيلو ورق عنب يعني 6 ساعات بفرد قاعدة على اللف، أنا ما بقدر يعني. فحطيت قسمت الورق العنب لقسمين، 500 جرام ب500 جرام. 500 جرام هذا القسم حطيته للتفريز مثل الطريقة المعتادة، أرجيتكم إياها بالفيديو السابق كيف بفرز ورق العنب. والقسم اللي بعده دغري بلشت فيه بالشغل لأطبخه. مثل ما شفتوا بأول الفيديو كنت عم سلق الورق، حطيت مي نطرت عليها شوي لتحمى وتبلش تقريبا بحالة الغليان. بعدين بلشت سقت الورقات فيها لحتى يتغير لونهم. كنت عم أرجيكم كمان كيف الورق العنب يلي كنت عم مونه صار جاهز للتفريز. وبعد ما جهزت كل ورق العنب صار وقت اني حطهم بطنجرة النينجا وستفهم. طبعا انا لفيتهم قبل بيوم بالسهرية، لانه هيك بيكون اللف على رواق. فبلشت حط اللحمة بالاسفل، وبعدين حطيت الاعواد الورق العنب. بحب حطهم انا بالعادة باسفل الطنجرة، بس نسيتهم فقلت مو مشكلة رح حطهم فوق. بحسهم بينكهوا أكتر وبيعطوا حموضة للأكلة أكتر.
وبعدين بلشت ستف هالورقات. طبعا ما قدرت اطبخ الورق الا لما زوجي اجا من الشغل، لانه مستحيل اول مرة جرب طنجرة الضغط وكون لحالي بالبيت. فقلت له لزوجي بتكون معي اثناء ما بدي اشتغل فيها. ويوم اللي كنت عم اطبخ هي الطبخة كانت موجة حر قوية اجت لعنا على ألمانيا، تقريبا بكل ألمانيا بجميع المقاطعات. وصلت درجة الحرارة لل41. وهون يعني بألمانيا الحياة معنا متكيفة مع موجات الحر، متكيفة مع موجات البرودة والبرد القارس الشديد. فما في مراوح، خصوصي أنا قاعدة بمقاطعة شمالية جدا، يعني قريبة على الدول الاسكندنافية، يعني البرودة دائما موجودة حتى بالصيف، ما بنشهد هالموجات الحر القوية. بس صدقا كانت الموجة ما طبيعية، اختنقنا. صار عندي مثل طلعت روائح فظيعة. أنا كمان ساكنة بقرية، طلعت روائح، ممكن كانوا راشين سماد، صار في تخمر أكتر على الحرارة، وما في تكييف. فكان الوضع جدا صعب، وإضافة عم بطبخ طبخة محاشي يلي بتعطي حرارة جدا. مثل ما شفتوا هون زوجي كان عم يشتغل معي بطنجرة النينجا وقلبها على الضغط، وعيرنا 30 دقيقة وحطيناها على أعلى عيار، وحطيت على حالة الضغط في إلى 3 وضعيات للضغط. في الوضعية اللي استعملناها كانت اسمها الكويك ريليز. لبين ما كانت عم تستوي الطبخة بلشت أطبخ فضالة حشوة ورق العنب. أنا استعملت تقريبا شي كاسة ونص ورق عنب. النص كاسة التانية ما فضل لها شي لحتى ينلف فيهم. فأنا هاي الطريقة أهالي اللاذقية بسوريا بنستعملها، بنحطهم بمي وبضيف عليهم مكعبين ماجي وبس يغلوا وتستوي حبة الرز عندي وتنضج كمان اللحمة، بضيف عليها شوية بقدونس وخالصين. طبعا لمرقة الورق العنب ضفت عليها توم ومي مغلية ومعلقة نعناع، وطبعا شي 4 ليمونات أو 5 ليمونات معصورين حامضات طبعا يكونوا، وأكيد ما بننسى الملح. فهون كنت عم أرجيكم بعد ما مروا 30 دقيقة كانوا مستويين على قولتنا نحن السوريين نيفة ما شاء الله. اللحمة هيك عم تتفكفك عن العظم، والرز هيك هش طري، الورق حتى دايب ذوبان بالتم. هون طبعا خليت زوجي يقلب الطنجرة وكنت عم أرجيكم الورق كيف طالع هيك ما شاء الله، يعني كله شي بشهي. يعني بصراحة تستحق التعب، يعني هالأكلة على قد ما متعبة بس لما الواحد بياكلها بينسى التعب. وشوفوا ما شاء الله كيف اللحم دايب. فبعد ما جهزنا ورق العنب وصارت الأكلة جاهزة، جهزنا السفرة وبلشنا ناكل. وطبعا على موجة الحر القوية ومع هالأكلة اللي بتعطي حرارة بزيادة شوبنا بزيادة، وقررنا انه نروح على المسبح لاني الحر مو طبيعي. وكنا كل دقيقة وكل ثانية نقول الله يجيرنا من نار جهنم إذا بالدنيا مو مستحملين شوية حرارة، فكيف بالآخرة الله هيك يكتب لنا الجنة جميعا وما نشوف عذابات الآخرة أبدا.
وعم موجة هالحر القوية حسينا المسبح كتير مزدحم بهداك اليوم، عقد مو كل الناس طفشانين من الحرارة وما بدهم يقعدوا بالبيوت ويضلوا محبوسين، وما حدا عم يقدر كمان يطلع على الشوارع من كتر الحرارة القوية. وسبحان الله السباحة بتجوع، فمع انه كنا اكلين قلنا لا بنرجع بنعمل استراحة، بنطلع من المسبح بناكل، وابني كان عم يرضع الببرونة تبعيته. بعدين رجعنا مرة تانية غطسنا بالميات. هي مثل مكرونة هيدا صح ماما؟ ايوه لانه مطحونة. هي لحمة حلال. في فروج حلال؟ ايه ما بعرف. وين الفروج الحلال؟ ماما جابت اول يوم. احسني شو هي الجوانح، هي مو شو اسمه مو ولا شو هي هي؟ هون كلمة حلال كأنه ماركة صفا هي الحلال. ليك هون في حلال حلال ماركة صفا. بس هي شو هي؟ هي جوانح، هي جوانح. واللي جنبها جوانح كمان؟ هي جوانح كلها جوانح. وبعد ما رجعنا من المسبح مرقنا على محل ماركت أغذية بألمانيا اسمه ليدل. تفاجأنا انه في لحمة حلال وفي كمان دجاج حلال، فحبينا نجرب الدجاج الحلال. كان هو جوانح مثل ما شفتوا، وبلشت اعمل لهم تبلة وخلطة منشان ينتقعوا فيها ونعمل لهم مشاوي وننبسط فيهم لتاني يوم. والله وهيك بيكون الفيديو معاي خلص. ان شاء الله تكونوا حبيتوه وانبسطتوا فيه وغيرتوا جو فيه. بشوفكن على خير بالفيديوهات اللي جاية، وبتمنى تعملوا لي اشتراك ولايك وتتابعوا دائما فيديوهاتي للآخر. بحب شوفكن وبحب شوف تعليقاتكن كمان، وإن شاء الله بشوفكن بالفيديوهات اللي جاية. وهلأ فيني إلكن سلام.